السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم حلوة 3 ديال المكونات كتجي ساهلة بزاف بلا فران بلا حتى حاجة. غنحتاجو هنا في المكونات عندنا الكوك كيكون من نوعية جيدة، كندوزو هكا في الطحانة حتى كيولي لنا بحال هكا رقيق ما تيبقاش غليظ كيف كتشوفوا. وعندي هنايا علبة ديال الحليب مركز المحلى، طيبته هنايا تقريبا 45 دقيقة، ما درت ليها الساعة، ما بغيتهاش تجمع بزاف صافي. وعندي هنايا الشكلاط باش غادي نزينو الحلوه ديالنا، وهاد الكويقطات هادو الصغيورين ديال الحلوى هادو راه متواجدين عند جميع اللي كيبيعوا لوازم ديال الحلوى اولا عند مالي الحوانت. صافي هنا غادي نجيبو اناء، غادي ندير فيه هنايا هاد الحليب مركز، ممكن لكم تشريو داك اللي واجد بحال هكا تيكون طايب ديجا. انا كان عندي هذا وطيبته، يعني كنديروه في الكوكوت كنحسبوا ليه تقريبا 45 دقيقه حتى ساعه. صافي هنا كنبدا كنضيف ليه الكوك بشويه بشويه وانا كندخلهم مع بعضياتهم. صافي يعني ساهله بزاف هاد الحلوه هادي، ما فيهاش المقادير بزاف وما فيهاش الخدمه بزاف، ما كتحتاج لا فران لا حتى حاجه. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا حلوات بحال هكا ساهله. صافي حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي كيف كتشوفوا، كنبدا ندخل غير بشويه بشويه، حيت ممكن الكوك يكون شويه ناشف عند زعما البعض، لا شريتو يكون ناشف راه غادي يهز لكم تقريبا اما ربعه اما قل من ربعه، يعني على حسب النوعيه ديال الكوك. هذاك الشيء علاش قلت لكم نوعيه تكون مزيانه باش ما يجيكمش، باش ما يكونش ناشف ويخسر لكم الحلوه. صافي كيف كتشوفوا بحال هكا انا كندير وكنقلب تنشوف الحلوه ديالي واش يعني في القوام ديالها هو هذاك، هو مازال كيزيد كيشرب. ملي كنخليوها هكا كنوجدوها بحال هكا كنخلطوها وكنغطيوها بالسلوفان وكنديرها غير في الثلاجه عادي، ما كنديروهاش في الفريغو، غير في الثلاجه الفوق. صافي كنخليها حتى كتجمع كيف كتشوفوا هنايا، راه كبدات كتلصق شويه ماشي مشكل، حيت باقا غادا تشرب، يعني ما نخليوهاش ماشي نديروا لها الكوك حتى كتولي قاصحه. انا دخلتها في الثلاجه حتى جمعت راسها كيف كتشوفوا، ودوبت هنايا الشكلاط. عندي هنايا هاد الفيرميسيل ديال الشكلاط اولا الشعريه ديال الشكلاط، غنزينو بها، ممكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتو. وهاد الكويقطات هادو فكيتهم بحال هكا. صافي هادي التكستير ديالها من بعد ما خرجتها من الثلاجه كيف كتشوفوا راه كتنشف وكتشرب، يعني كتجي في القوام هي هذيك معلكه وزوينه. وملي كديرها في الشكلاط ما كتعجنش لينا. صافي هنا كنبداو كنغمسها هكايا في الشكلاط، كنغطسها مزيان، وكنجيب هنايا فرشيطه صغيره كنحيد بها داك الزائد اللي كاين، يعني ما كاينلاش هذاك الزائد بزاف، وكنديرها هكا غير بشويه في وسط من الكاغيط ديالها كيف كتشوف. صافي هنايا غادي ندير عليها هذيك فيرميسيل، غادي نزينها كيف كتشوفوا بحال هكا، يعني غندير لها تزيين بسيط بزاف. ممكن لكم دير لها خطيطه ديال الشكلاط ابيض من الفوق، اولا ديروا فيها العقيق اولا ايوا كل واش بغى يدير، ولا اللي بغى يدير اللوز مهرمش او نيت الكوك من الفوق حتى هو غادي تزينوا به، ديروا رشيشه ديال الكوك. يعني سهله بزاف هاد الحلوه هادي، كل واحد غادي يتفنن في الطريقه ديال التزيين ديالها. ممكن تخليوها غير هكاك ما تزيدوا عليها حتى حاجه من الفوق. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي، وما كتاخذ لكمش وقت بزاف هاد الحلوه هادي، يعني كتوجدوها في اخر لحظه حيت دغيا كتجمع راسها ودغيا كتوجد. صافي هنا كنخليوها غير في الثلاجه غير الفوق ماشي في المجمد، ممكن لكم تحتفظوا بها بالمجمد يعني كتبقى مده طويله، وقت ما بغيتو كتجبدوا منها شويه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي معلكه وتتجي زوينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نتلاقاو في فيديو اخر جديد، عواشر مباركه للجميع، سلامه.